السلام عليكم، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ النهارده نشرح الجرافيكال. هنبدأ يعني ايه جرافيكال اصلا. تمام. نبدأ نفرق بين الاي بي اي والجرافيكال او الريست اي بي اي. تمام، والجرافيكال. تمام. الاي بي اي عامة هو بيستخدم عشان زي ما قلت لك قبل كده عشان نتواصل ما بين الاجهزة وبين بعضها، بغض النظر عن انا بتكلم انجليزي انت بتتكلم فرنساوي، فاحنا كلنا لازم نتكلم مع بعض باستخدام الجيسون اي بي اي. تمام. فالجرافيكال الفكره كان في مشكله في الاي بي اي لما قلت لك ان مشاكل الاي بي اي ان هو كان له اند بوينتس كتيره، وساعتها احنا ممكن ما قلناش يعني اند بوينتس كتيره، بس ما علينا. الاند بوينتس كانت بتبدا باي بي اي ايا كان او في 1 في 3 ايا كان الاند بوينتس بتبدا بيها، بس عشان الديفلوبرز يعرفوا ان دي اي بي اي فالمفروض هتاخد او ترجع او تاكشن على الجيسون. تمام. فكان عندي مثلا اي بي اي اسمه يوزرز. تمام، ده اي بي اي. تمام. وعندي اي بي اي تاني جوه اليوزرز اسمه يوزر. تمام. وعندي اي بي اي تالت جوه اليوزرز او هو اليوزر بيعمل اكشن، بيعمل مثلا ديليت. تمام. طب عندي اكشن بيديليت على اليوزر كلهم ولا اليوزر واحد بس؟ على يوزر معين فهو يوزر واحد. فهتلاقي مثلا انا عندي بدل اليوزرز عندي هنا برودكتس. ماشي، عندي هنا برودكتس مثلا. تمام. فدي انت بوينتس عندي جوه البرودكتس، انا عندي برودكت مش شرط يكون برودكتس جواها برودكت كده يعني، فانت المفروض تبقى فاهمني. فجوه البرودكتس عندي برودكت، عندي الكاتيجوري مثلا البرودكت ده وليكن هو مثلا ان هم فونز. فاهمني؟ فده اند بوينت رابع. ماشي، عندي اند بوينت خمسه، كل دي اند بوينتس لوحدها مالهاش علاقه باي، يعني كل اند بوينتس دي ليها بتتحط جوه مثلا ابلكيشن هنا، وليكن جوه الابلكيشن مثلا اند بوينتس. ما اشوف لك اند بوينتس، ما علينا. اند بوينتس مثلا اتحط كده واحط الابلكيشن بتاعتي والداتا بتاعتي وارجع لها الايرور بتاعتها والفانكشن وكل الكلام ده. تمام. فانا عندي جوه الفونز عندي مثلا ايفون مثلا، فاهمني كل الكلام ده. فجت بقى عمك الجراف كويل عشان يحل لنا المشكله دي، فقال لي والله انا عندي انت بوينت واحده اسمها سميها زي ما اسميها، بس احنا استباقيا بنسميها جراف. ماشي، جراف كيو ال. تمام. ممكن جراف كيو ال بقى في 1. ماشي، جراف كيو ال اي بي اي او اي بي اي في 1، او فاهمني هي اسم مسمى مش له اي حاجه. ماشي، جوه بقى الجراف كيو ال عندي هنا جيت او بوست. تمام. عندي هنا لو جيت فانا باخد هنا الداتا منه ك يو ار ال. فببدا هنا اقول له جراف كيو ال مثلا، اقول له كويري اسمها كويري، احنا خدنا داتا احنا هنستبق يعني هنوصل لها حاجات معينه. تمام. عندي هنا بياخد مني جيت او بوست، بوست بتبعت داتا، جيت بترجع داتا، وهكذا زي ما احنا عارفين يعني. تمام. عندي بقى بيعمل اكشن وايا كان يعني، فاهم؟ بغض النظر عن اللي بيحصل. فتعالوا بقى يعني نمشي شويه في يعني ايه جراف كيو ال، الجراف كيو ال ازاي بيشتغل. ماشي، انت فهمت الفكره الاساسيه ما بين الاي بي اي والجراف كيو ال. معلش هنطول شويه في حته ان انا نعرف يعني ايه جراف كيو ال، لان مهم وهيبقى يعني بشكل كبير الناس هتعتمد عليه اكتر في المستقبل، لانه هنا بيوفر يعني كتير قوي، فبيقلل مشاكل الاي بي اي بشكل عام يعني. فالفكره في الجراف كيو ال انه بيستخدم حاجه اسمها كويري. تمام. هنا وانا بديفلوب بحط له تايب هنا بحط التايب بتاعي واسم الكاتيجوري اللي عندي، لان هنا بتقسم كاتيجوريز وجواها اوبجكتس. تمام. فهنا الكاتيجوري انا عندي المين كاتيجوري اسمه كويري. تمام. فانا عندي هنا الكويري الاساسي، الكويري ده اللي بيحدد كل الداتا وكل الفانكشن اللي عندي. تمام. ماشي، انا عندي هنا مثلا وليكن ان انا عندي هنا الكويري. ماشي، وليكن كويري. ماشي، جوه الكويري دي فلما يكون مثلا عندي الكويري دي جوه داتا، عندي مثلا الكويري عندي هنا اليوزرز. ماشي، او عندي هنا مثلا يوزر معين. ماشي، الاي بي اي بتاعتهم، الداتا بتاعتهم، فاهمني؟ النيمز بتاعت اليوزرز، الايدجز بتاعت اليوزرز. عندي هنا مثلا ايدجز وعندي هنا ايدج، يبقى عندي ايدجز هنا فيها كل الايدجز وعندي ايدج. عندي بقى حاجه اسمها الفانكشنز اللي بتستخدم اللي هي اسمها الميوتيشن اللي بنشوفها بعد كده. الميوتيشن مثلا وليكن هنا عندي ميوتيشن، الميوتيشن مثلا اللي هي جيت نيم يوزر مثلا، فدي بتجيت نيم يوزر، مثلا ديليت نيم يوزر او ديليت يوزر. فاهمني؟ فدي هي ميوتيشن، دي الفانكشن اللي بتتم بقى من خلال البط، بتتم من خلالها نيجي هنا نخليها بط. تمام. او لو عايزين نديليت فبتخليها ديليت، فهنا فخلاص كده الداتا. فدي الميوتيشن. بنستخدم اي فانكشن من ال HTTP، بغض النظر ممكن اجيب HTTP ابوست داتا واخليها هنا ديليت عادي. فاهمني؟ يعني انا ممكن اخليها هنا جيت بوست، انا اسف ولا ايه بوست. فاهمني؟ بس اجي هنا او اخليها بط واخليها مثلا ديليت يوزر، مش شرط اخليها هنا ديليت عشان اديليت يوزر. فاهمني؟
فنبدا نشوف هنا. فانا قلت لك ان انا عندنا هنا المين اللي اسمها الكويري، اللي هو الاستعلام، اللي انا هنا بستعلم على الداتا اللي عندي، بشوف انا عندي داتا ايه. فهلاقي هنا ان انا عندي مي، وجوه المي دي اسمها حاجه اسمها يعني دي مش بتبقى ظاهره، وهنشوف الريكوست ريسبونس. انا عندي هنا عندي يوزر، ان يوزر ده سترينج، تمام. فاللي هو عندي هنا تايب، عندي تايب تاني اسمه يوزر. ماشي. عاوز اقول لك حاجه، ما بين كل تايب وتايب، ما بين كل تايب وتايب بيعمل لي حاجه اسمها ريليشن شيب. لو انت درست داتابيز قبل كده، فهنلاقي ان في ريليشن شيب ما بين الداتابيز. ازاي؟ انا عندي ده كويري، لو خدت الكويري ده كده خدته كوبي، وقمت جاي هنا عند حاجه اسمها جراف كيل فويجر. فانت لازم تبقى عارف فويجر ده مش بستخدم قوي. وقمت حاطط له الداتا اللي عندي اللي هو الكويري. فيبدا يقول لك ان عندك كويري، والله انا عندي في كويري مين كويري اسمه روت، وعندي هنا فيلم. فانا عندي هنا ان الفيلم له الداتا دي، عنده الداتا دي، الفيلم عنده تايتل وعنده اي بي اس اي دي، وعنده هنا كل الكلام ده، كل الكلام ده. هتلاقي هنا مثلا عندي حاجه اسمها الاول فيلمز، الاول فيلمز هنا جاي هنا برضو لها نفس الداتا طبيعي. فهو بيربطها ما بين حاجه اسمها ريليشن شيبس في قلب الداتا دي، تمام، كانها بالظبط زي كاتيجوريز او حاجه معينه. فبالتالي فهنبدا نشوفها، فاحنا بس عشان نشوف شكل الداتا مش اكتر يعني. فاهمني؟ دي التايب، لما اكتب تايب وتايب فانا بربطهم ما بين بعض. لما يبقى في اتنين تايب ورا بعض، فانا هنا الكويري اليوزر مربوط بحاجه اسمها نيم، تمام، او الكويري اللي هو الاساسي مربوط باليوزر. فاهمني؟ فدي في شكل الفانكشنز، فهنبقى بيها فيها لها فانكشن، يعني اصلا بيها في فانكشن في المين ابلكيشنز. مش هتشوفها في بورت سويجر فانكشن دي، بس هنبقى نشوفها فانكشن واحنا بنتست على الابلكيشن حقيقي. ماشي. فبغض النظر انت فهمت الفكره، ان هتلاقي انا مثلا عندي هنا فتحت القوس كبير، وقمت قايل له انا عاوز هنا داتا، من الداتا انا عاوزك تخش على كاتيجوري اسمه مي، تمام. المي ده هتجيب منه ايه؟ هجيب منه النيم. ماشي. ممكن اجي هنا يعني ممكن اخد الداتا دي كده، وانا ده ريكوست يا جماعه، ماشي، انا بطلب هنا ريكوست. قمت قايل له هنا هتجيب لي حاجه اسمها النيم. انا هنا عرفت له نيم معين. ماشي. انا ممكن اشيل ده خالص، فاهمني، واقول له انا عاوز النيم بس. ماشي. هنا هيجيب لك النيم بس. ماشي. انا هنا مثلا اقول له انا عاوز النيم بتاعه والاي دي، هيجيب لك النيم والاي دي. عاوز مثلا النيم والاي دي والايدج. فاهمني؟ فهنا الجراف كيو ال عمل ايه؟ الجراف كيو ال بدل ما كنت اكتب كل اند بوينت لوحدها تجيب لي النيم او الاي دي او الايدج، او تجيب كل الداتا، او تجيب داتا اقل من اللي انا متوقعها، لا، انا بحدد له جراف كيو ال، بحدد له هنا كويري. الكويري ده بيجيب لي داتا معينه، تمام، بيجيب لي الداتا اللي انا بطلبها بالاسم، تمام. فبالتالي فهو بيقلل جدا من الاستهلاك وحاجات كتير يعني. دي الفكره من جراف كويل، لو ما كنتش شفتها في الاول. بقى دي الفكره من جراف كويل، ان انا بيجيب لي الداتا اللي انا عاوزها بس. ماشي. النيم اي دي ايج، ده الاي دي، الحاجه اللي انا عاوزها بس، تمام. فهو فكره برضو اي دي، يعني هو اي بي اي برضو. هتلاقي مثلا عاوز اجيب هنا الفول نيم، وعاوز اجيب النيك نيم، وعاوز اجيب النيم بالكامل، تمام. ممكن اطلب منه حاجات تانية. تعال نخش بقى على السكيماز. تمام. هتلاقي هنا في السكيما برضو، بس ده شكل اوضح. انا هنا طلبت منه الهيرو ده مثلا ايا كان هو ده تايب كبير. فجوه الهيرو ده انا عاوز منك النيم والاوبر اللي هو الاوبر، ايه ده، ابيرس ان، تمام. فبالتالي انا لو عنده داتا تانية غير التلاتة دول، الاتنين دول، وطلبتهم، فهيجيبها لي عادي. فاهمني؟ فانا هنا جيت النيم ده بيعكس. ماشي. لو هنا مثلا جيت وهنا ابيرس ان، مثلا قلت له لو هو عنده حاجه تانية زي الايدج مثلا، وطلبت منه الايدج، لو هو عنده حاجه شبه الايدج هيرجع، ما عندوش مش هيرجع. ماشي. فانا هنا طلبت منه النيم والحاجات دي، فهو رجع لي النيم، ده النيم بتاعه. وده الابيرس ان ده طلع هو ليست، فحط لي الليست جابها عادي جدا. ماشي. طبعا الجراف كيو ال هو بيشتغل على كل لغات البرمجه بنفس السنتكس، مش بيتغير، مش هو جراف كيو ال، باختلاف بقى ان هو بيبقى له منصات، او بيبقى له انواع للجراف كيو ال. الانواع دي بتعرفها باستخدام تول، يعني شبه عارف الواف، بيبقى له انواع. اقول لك حاجه، السيرفر سايد تمبلت انجكشن، التمبلت بقى، عارف التمبلت دي مش كان لها انواع؟ الجافا ليها انواع، والبايثون ليها انواع كذلك. دي الفريم وركس اللي بتشغلها، بنعرفها بتول اسمها جراف ووف تقريبا، جراف ووف، شبه ووف كده، تمام. هنبقى ممكن نستخدمها، ممكن نعرف ديت اكتر عنها يعني، تمام. فهتلاقي هنا مثلا ان عندك هنا انا عاوز حاجه اسمها الكاركترز، جوه الكاركترز انا عاوز منك النيم اللي هو البيرسون. ماشي. بغض النظر يعني، تمام. انت فهمت الفكره من الشكل العام، وهنشوفه بعد كده، تمام. لان انت تلاقي اكيد متلخبط من الشكل ان احنا مش بنطلبه كده. لما نشوف شكل الابلكيشن حقيقه هقول لك بالشكل ده، تمام. فاحنا هنا دخلنا ندخل على الكويريز بقى، شكل الكويري بيبقى عامل ازاي. ده شكل الكويري، تمام. بيبقى هنا تايب كويري، ده مش الشكل اللي بيجي لي في الفيرب سويت، ده الشكل الكويري اصلا، تمام. شكل الكويري بيبقى شكله كده. ماشي. ده شكل الكويري اللي هيبقى عندك في الفيرب سويت. انا عاوزك من جوه تخش عند الهيرو وتطلب منه النيم،
تمام. لو عنده هو اللي هو هنا عنده اي حاجه تانية زي ما قلت لك ايدج فهيرجعها، فاهمني؟ فهنا يرجع لك الهيرو، وهنا كده يرجع لك كده الداتا وهيرو ونيم. ماشي. ممكن ارجع فانكشن بقى، استخدم فانكشن بس بغض النظر بقى عن ال HTTP ستيتس يعني، فاهم؟ فهنا مثلا انا عندي هنا دخلت على الهيرو وجبت النيم، هتدخل على حاجه اسمها فريندز برضو جنبها وتجيب منها النيم، فدخل لك عند الهيرو جاب لك النيم، والفريندز جاب لك النيم بتاعت الفريندز، جاب لك جوه ايه؟ جيسون لوحده. عندك دي كل الداتا بتاعت الايه؟ الفريندز. ليه؟ لانه انا قال لك انا عاوز فريندز مش عاوز فريند، وجبت فريند معين. ممكن اقول له هنا انا عاوز فريند، وجوه الفريند معين اللي هو مثلا وليكن الاي دي بتاعه، مثلا لو الاي دي بياخد من سترينج، فممكن اقول له او انتجر بياخد مثلا عاوز الاي دي 12، فيرجع لك الفريند الاي دي بتاعه 12، فاهمني؟ لو هي كده. طب انا عاوز بقى الفريندز كلهم، حط له اسم بس. عندك هنا فريندز، عندك هنا مثلا عندك هنا فريندز كونكشن، فمش عارف هل هو ايه بي كراشيت دي، مش عارف بقى بيشتغل ازاي هنا، بس ما علينا، اظن انت فهمت الفكره يعني. رجع كل حاجه مكانها بس وخلاص. ماشي. كذلك برضو هنا اهو، بالظبط. دخلت عند الهيومن قلت له هات الهيومن الاي دي بتاعه 1000، تمام. فدخل لي هنا عنده قلت لك هات منه النيم والهايت. ماشي. دخل لك برضه دي شكل الكويريز يا شباب اللي احنا بنشوفها في البيب سويت. ده الريكوست اللي بعد ما الابلكيشن عمل له بقى كل الكلام ده. ماشي. فدي الكويريز. ماشي. عندك هنا برضو دي شكل الكويريز. انا عاوزك برضو يعني قبل ما نخش على الحل والهاكينج وكل الكلام ده تخش تشوف الكلام ده. ماشي. ده شكل الكويريز. نخش بقى على الميوتيشنز. ايه هي الميوتيشنز؟ زي ما قلت لك الميوتيشن دي الفانكشن اللي بتتم. ماشي. تعال نخش على شكل اوبريشن كده، فهنلاقي ان ده اوبريشن. تمام. لا ده اوبريشن بجد بقى، ده اللي انت هتشوفه فعلا في الابلكيشنز الكبيره. ماشي. هتلاقي مثلا دخل هنا عندك ان دي ميوتيشن، عرفك انها ميوتيشن. قال لك هنا كرييت ريفيو فور ايبيسود. تمام. هو هنا هو بيعمل حاجه. تمام. هنا بياخد منك هنا ده فاريبل. تمام. احنا ممكن ندخله الداتا على طول، يعني ممكن مثلا اقول له هنا ان انا عندي الاي بي ده ايكوال كذا. هو هنا بيستني مني فاريبل انا هجيبه من تحت، هيبقى هنا قيمه داتا فين؟ بتبقى هنا تقريبا اهي. تمام. بياخد مني داتا دي الفاريبل، انا اسف يا شباب، دي الفاريبلز. هنا محتاج مني حاجه اسمها اي بي، فاي بي هنا انا دخلت له هنا. انا ممكن استغنى عن الكلام ده لو الكلام ده مش موجود، لو الكلام ده كده مش موجود. انا هنا ممكن اقول له بدل اللي هو كان هنا في فانكشن. تمام. فانا قلت له هنا خد الاي بي على طول اهو، ما تاخدوش من الفاريبل، لان كان هنا شباب كان في فاريبل. فانا قلت له لا، خد على طول الكلام اللي هقوله لك ده. هنا بيقول لك ان ده لازم يتملي، ده لازم، ما ينفعش احطه فاضي. فانا بدل مثلا هنا بقول له هتجيبه لي من الفانكشن، او مديله القيمه على طول، فاهمني؟ دي القيمه دي عشان هو سترينج، فاهمني؟ يا رب تكون فاهمني. مثلا ده ايه؟ ده فاريبل. تعال نرجع تاني عشان الحته دي مهمه قوي. هنا كان في فاريبل اسمه ريفيو. قيمه الريفيو هنا مثلا اهو، مثلا ده كان في ريفيو هنا. قيمه الريفيو مثلا ايكوال حاجه معينه، مثلا وليكن مثلا ايا كان القيمه مثلا اسمها احمد. تمام. فبدل ما انا اسف فبدل ما انا هاجي هنا اقول له روح عند الفاريبل اللي اسمه ريفيو هات لي القيمه بتاعته، لا، انا اقول لك والله خد يا عم شيل ده وخد لك قيمه احمد على طول. بس روح هنا، هنا بقول لك ريكويرمنتس يعني لازم تمناه، قول له قيمه احمد بس، فاهمني؟ بس مش اكتر ولا اي حاجه. ماشي. هنا بقى بيقول لك هنا create review، هو بيعمل function. ممكن هنا مثلا هنا بيقول لك ايه while create review the field the code it defines in a review type just GraphQL. بس هتكون فاهمني، بس دي فكرة الميوتيشن. ماشي. update existing data. existing data لو عاوز اعمل update، قلنا احنا بنستخدم بوت في الستاتس فانكشن او الستاتس فيلد ايا كان يعني. هنا جوه الميوتيشن اسمها update human name، وهنا بغير update. تمام. هنا طبعا ايدور، فكره ايدور احنا قلنا ان فكره الفولنربيلتيز كلها واضحه، هي نفس الاي بي اي بالظبط، مفيش اي مشكله، بس الفكره في التعامل مع الجرافيكال. تمام. لان الجرافيكال بينتج عنه ثغرات اكتر بكتير من الاي بي اي يعني. تمام. انا المفروض تقول ان دي حاجه بقت سكيور، لا لا، فنعرف حاجات كتير بعد كده يعني. فماشي. ده بالنسبه للميوتيشن. انت في ان الفيوتيشن مش عاوز اهري فيها كتير. السبسكريبشنز بقى دي حاجه ممكن ما تبقاش يعني ممكن تبقى حاجه مهمه انها مش موجوده. السبسكريبشنز حاجه شبه الاون ريل فيلد، عارف الواتساب مثلا بتبعت رساله وترد عليها، ده بنحتاج نستخدمها لو احنا هنعدل ديتا على طول اول باول. حد بيبعت ديتا وبيستقبل على طول شبه الابلكيشنز يعني. هتلاقي في فاليديشن. خلاص الحاجات دي مش هتهمنا. اكسكيوشن ريسبونس انترسبكشن. ماشي. الانترسبكشن بقى عشان دي مهمه قوي. الانترسبكشن ده مين كويري.
الانتروسبكشن ده من كويري معناه ايه؟ ان انا هنا بحط له كويري هنا في قلب الريكوست، بيقوم بيكشف لي كل الداتا اللي عنده. يعني انا هنا انا مثلا انا عارف ان هو عنده نيم، بس ما اعرفش ان هو عنده اتش ولا عنده فيلد ولا عنده ستيتس كود ولا عنده باسورد ولا عنده داتا ولا عنده اي بي اي، ما اعرفش. فبحط له المين كويري، والمين كويري لما بيتبعت في ريكوست بيكشف لي شكل الاستراكشر ازاي. هنا بيكون بيطبع حاجه اسمها سيرش، بس المين احنا الانتروسبكشن عندنا مين انتروسبكشن بنستخدمه في كل الاتاكس، ماشي. وعندنا تول اسمها ان كيو ال بتغنينا عن كل ده يعني. فانت عارف ان حاجه اسمها انتروسبكشن دي، ده كويري او ده استعلام بيكشف لنا كل الايه، كل الداتا اللي عنده. مش كل الداتا يا شباب، الانستراكشن الانستراكشن البنيه بتاعته، شكل البنيه. انا عندي عنده فيلدز ونيم وهكذا يعني، تمام. بس مش بيرجع لي الداتا، عشان نبقى فاهمين بس. السكيما انتروسبكشن فاهمني، احنا بيبقى مش بنحفظها يعني، انت مش عاوز تحفظها احفظها، فاهمني. الانتروسبكشن ديت ممكن يكون الديفلوبر مفعلها او مش مفعلها. لو مفعلها بترجع لنا، مش مفعلها مش بترجع لنا، وبنضطر نخمن كل حاجه. بنخمن مثلا ان عنده نيم، بنخمن ان عنده كايند، بنخمن ان عنده حاجه اسمها فيلدز وجواها بتقبل ميني نيم. بنخمن مثلا ان عنده انتروسبكشن اسمها ايه، انوتيشن اسمها جيت element باي اي دي، عنده اسمها get data، عنده delete data delete user، وهكذا. فاحنا بنبدأ نخمن بقى، تمام. فخلاص كده، ده ايه ده البيست براكتس، ما علينا، مش مهم قوي بالنسبه لك. فاحنا خلصنا كده كل اللي احنا محتاجينه عن الجراف كيو ال كابتداء يعني. فنمسح ده كده ونرجع نشوف. دي كان حاجه تانية برضو، كان بيقول لك الفرق بين الجراف كيو ال والريست اي بي اي العادي. فمش عارف هو علق عليه، انا اسف، ماشي. ف تحمل، ماشي. فهنا مثلا ده ريكوست واحد، ده جراف كيو ال، ماشي. هنا كان بيقول لك هنا ان الاي بي اي يوزر اي دي كان بيجيبها كده شكل الريسبونس، فاهمني. فمثلا بتحط الداتا الاند بوينت ويرجع لك بناء عليها الداتا، ماشي. زي ما قلت لك يعني، ده الجراف كيو ال. الجراف كيو ال هنا بقول له هنا بص، كل ما بزود فيلد اي دي بيجيب لك اي دي منين، الداتا اللي انت عاوزها بالظبط، بالظبط. ولا بيقلل فيبقى لو ولا بيزود فيبقى اوفر داتا، ولا بيقلل فيبقى ليس داتا فبيضيع داتا، فاهمني. فهو حلو في الحته دي، فهو مفيد قوي للديفلوبرز. فمش كل مش كل البار ابلكيشن شغال عليها يعني. فماشي. فهنا بقول لك هنا انا طلبت منه هنا اليوزر والاي دي، طلب لي هنا الاي دي لليوزر اللي اسمه اي دي بتاعه كذا. اكيد يعني انت دخلت له اي دي واحد وعاوز منه اي دي، بلاش غباء بقى. فممكن تقول له النيم او الباسورد بتاعه هكذا يعني. فخلاص كده انا كنت بقى اللي يكون فيها افكار. كافكيول سيرفرز، ماشي. ريزولفر فانكشن، كافكيول كومنتس، حلوه يا جماعه يعني. ممكن تدوروا اسمها ايه، هاوزرز، اسمه ايه، هاشور، هاشورا دوت اي او. حلو، حلو. الدوكيومنتيشن حلو يا شباب، هتفيدنا قوي في في الكود ريفيو، لان احنا عندنا هنا ابلكيشن كامل يعني، احنا هنقعد نتست عليه. فبعد ما نحل بقى بورتسويجر ان شاء الله. الانتروسبكشن هنا بيقول لك الانتروسبكشن زي ما قلنا، الانتروسبكشن ممكن نستخدم فيها حاجات شبه سكيما وتايب نيم عشان نجس. مثلا هتيجي هنا مثلا هقول له ان انا عندي، افتح لك كويري يعني، اقول له مثلا عندي هنا كويري، جوه الكويري اقول له حاجه اسمها، جوه حاجه اسمه اندرسكور تايب نيم، او تايب بس، ممكن اقول تايب نيم برضه، وابعتها كده بس، وابعتها. لو الانتروسبكشن شغال هيرجع لك حاجه اسمها تايب نيم، مش شغال هيقول لك الانتروسبكشن مش شغال او مش هيرجع لك ريسبونس، فاهمين. فده الانتروسبكشن، احفظه، افهم يعني انتروسبكشن، فاهمين. ف يا رب، ماشي. فده الانتروسبكشن كويس، ماشي. مش معانا، مش محتاجين حاجه تانية اكتر من كده. وفهمنا فوي جار بيعمل ايه. فوي جار بيربط لنا الداتا بالريسبونس اللي احنا جبناه بعد ما حطينا انتروسبكشن، كشف لنا كل الداتا، او كشف لنا، انا اسف، كشف لنا كل الفانكشنز اللي عندي، او كل حاجه، الاسماء العامه زي النيمز والاي دي وكل الكلام ده. اقوم واخده كده كله اللي هو الريسبونس، واقوم حاطه هنا على فوي جار. باجي هنا سيرش سكيما انتروسبكشن، بحط له ناتج الانتروسبكشن. كان عندي هنا، طب اقول لك حاجه، بس يا رب تشتغل، بس مش هتشتغل. ده كان ناتج انتروسبكشن، فانا مش عارف هيشغله ولا لا، عشان جايبه من شات جي بي تي. فمش عارف يا رب يشغله. لو شغال يبقى كتر خير والله. ولا ديسبلاي، تمام. عشان دي داتا يا شباب مش انتروسبكشن، فدي داتا، فما اظنش انه هيعرضها. فانا هحاول تاني معاه، ممكن يكون معلق او حاجه. your schema is processed. تمام. هو محتاج
انتروسبكشن، ناتج انتروسبكشن مش داتا. تمام. فتعال نبدا بقى في الهاكينج. احنا فهمنا يعني ايه اصلا جراف كيو ال، قبل ما نبدا نحل لابات يعني. فتعال نشوف على جراف اسمه ايه، بورتشويجر، لانهم شرحهم حلو يعني. فانا عاوزك تقراها يعني، حاجه مفيده يعني، يعني نص ساعه مش هتضرك يعني. هاوند جراف بيقول لك هنا الجراف كله ازاي بيشتغل. بيقول لك هنا عندك هنا كويريز بتفتش الداتا، الميوتيشن بقى اللي هي الايات والتشينج والريموف داتا، وزي ما قلنا لك السبسكريبشنز اللي هي شبه اللي بقول لك اللي هي الاونريل اللي شغاله على طول، عاوزه حد يستقبل ويبعت في نفس الوقت، شبه الواتساب، شبه اللي احنا كنا بنحل عليها هنا اسمها مش فاكر اسمها ايه صراحه. جرافيكال سكيماز ده ايه شكل سكيماز. بقول له هنا تايب البرودكت عندي، او عندي هنا يوزرز، عندي هنا ادمنز، ده اسمه تايب، ده اسمه ايه، ده اسمه سكيما. السكيما بعرف لها الداتا. ان هنا بقول له اي دي، والاي دي لازم يكون ايه، ريكويرمنت يعني مهم، لازم يتضاف، ما ينفعش تحط بنال او بزيرو. فعشان لو حطيتها بنال فمش بتقبل، فبتقبلش النال اتاك. ماشي. لو مش محطوطه بتقبل النال، يبقى النال اتاك، ونقعد نلعب في الداتا بقى. ماشي. ممكن بقى يبقى في عندك بقى سيكوال انجكشن، حاجات كتيره يعني. وده ذا جراف كيو ال كويريز. ماشي. الكويري ماشي، ده بقول لك ده شكل الكويري. الكويري مثلا ماي جيت برودكت كويري، تمام. جوه هنا اقول لك جيت برودكت الاي دي بتاعه كذا، هتجيب منه ايه، هتجيب منه النيم وهتجيب منه ديسكريبشن. فطبيعي الريسبونس اللي هيرجع لك هيرجع لك يقول لك الاي دي 132 ده، هتخش على حاجه اسمها ماي جيت برودكت كويري. جوه الماي جيت هتجيب حاجه اسمها جيت برودكت. جوه الجيت برودكت هيرجع لك النيم الاي دي بتاعه 132، 123 اسف، والديسكريبشن بتاعه. طبيعي جدا يعني. تمام. اكزامبل ميوتيشن ريكوست، ده الميوتيشن برضو جديد برودكت. اظن انت فهمت يعني، انا عامه انا فهمت. ماشي. ماي جيت امبلوي كويري. ماشي. هنا في ريكوست ريسبونس. ماشي. جيت امبلويز دخل على جيت، هنا بيجيب لك داتا اول حاجه يعني، لازم يحط لك داتا. جيت امبلويز دخلنا على جيت امبلويز، عاوز الاي دي والنيم. النيم بقى تجيب لي منه فيرست نيم ولاست نيم. فيا جماعه الجراف كيو ال يعني كبير قوي. يعني مثلا اصلا الداشبورد، عارفين الداشبورد بشكلها عامل ازاي؟ بشكلها عامل شبه كده. فمثلا انا عاوز هنا يخش على اليوزرز، مثلا هنا ده اليوزرز، دخلت على اليوزرز، فيقول لك انت عاوز ايه، عندك فيرست نيم لاست نيم، بحددهم، ودول يبقوا صالحين في الانتروسبكشن. بيبقوا وانا بحدد كده، لو حطيت مثلا حطيت عنده هنا ميدل نيم وانا مش محدده فما بيظهرلكش، عشان انا مش محدده. فاهمين؟ في الداشبورد. فمش عارف اعمل داشبورد صراحه عشان الوقت ما كفاش. تخيل معايا شكل شبه كده، ممكن تشوفه على يوتيوب. تمام. اظن انت فهمت يعني، انا مش عمال نكرر كتير ليه، فاهم؟ ماشي. هنا example query with variable. مش انا قلت لك احنا ينفع نحط الديت على طول، وما ينفعش وما نحطش variable. فاهمني؟ احنا هنا حطينا variable، ونيجي هنا عند الفاريبل، وده الاصح او الشكل العام يعني. ماشي. حط variable. الالياس ممكن احط اختصارات. ماشي. ممكن اللي هو الالياس على طول اي دي واحد، بدل ما احط له اي دي وترجع تاخد هنا من الاي دي وارجع تحت اشوف الاي دي قيمته بكام. فاهمين؟ فده احنا بنستخدمه عشان نختصر على نفسنا احنا كاتاكرز. هنا بقول لك بقى finding the graph QL endpoints. ماشي. عديت حاجة؟ لا. finding the graph QL endpoints. يا عفو النت زي الزفت. عندنا هنا كذا ريسورسز، بس مش عارف بقى يعني ايه. الفيديو هيبقى طويل قوي ولا 23 دقيقة؟ مش عارف، بس الريسورسز دي حلوة صراحة يعني، فيها تاكس حلو. قبل ما نبدأ على التاكس الحقيقي. انا مش فاهم ليه بيعلق كده النت في سمة الله. طب ماشي، أنا اسف. ماشي. جراف كيو ال باي vulnerabilities. ماشي. مم، ماشي. فالفولنربيلتيز كتيره بقى، ممكن بقى هتطبق عليك كل الاتاكس اللي موجوده في الاي بي اي واثبت. ماشي. وكل الكلام ده بقى. وشوف ريبورتس، ممكن ابقى في الاخر هحط لك ريبورتس كتيره نقراها انا مع بعض نشوف الفكره. فبقول لك هنا الكومن اند بوينتس، هو قلت لك جراف كيو ال او اي بي اي، جراف كيو ال فيرجن 1، جراف كيو ال اي بي اي، هكذا يعني. ف exploiting مثلا arguments. ماشي. هنا بقول لك example product query. يا عم انت مش قلتها مره، ولا احنا بنعيد الكلام تاني؟ مش فاهم. ماشي. ده بقى الفول انترسبكشن، ده اللي انا عاوز اوصله. الفول انترسبكشن كوير، باخد الانترسبكشن ده كل ده، اقوم واخده كده. ماشي. وافتح ريكوست، اقوم حاطه في قلب الريكوست. ماشي. هو بيطلع لي بقى، لو انا عندي مثلا حاجه اسمها كايند او نيم، بيرجع لي في الريسبونس ان انا عنده فعلا حاجه اسمها نيم. تمام. في تول بقى اسمها ان كيو ال هنا في فهبوريها لك في البيرب سويت، بتوفر لنا كل ده.
بديها بس اللينك. بس احنا هنجرب الطريقتين عشان تبقى فاهم، ما تبقاش حافظ، ما تبقاش عامل شبه الحمار الحقر ياخد البرسيم ويحطه على ظهره ويمشي بيه كده. فاهمني؟ فانت المفروض فانت المفروض تبقى فاهم يعني. فاهمني؟ عشان طريقة زبالة يعني. ف فانا من رايي اوقف لحد هنا، وكل ما اللاب نحله لو في فكره او حاجه نقولها. بس ما اظنش يعني. ماشي ماشي. مع اللابات المفروض في كتاب احوال يبقى نشرح باتي كام، يبقى نشيل ده خلاص كده. انت فهمت ده وفهمت ده وفهمت ده. خلاص بقى نبدا هنا هاكينج. ومصادر ادفانسد شويه فيها التاكس، فهنبدا نقراها تاني واحنا بنحل لابات. ماشي، اشوفكم ان شاء الله في اللابات عشان الفيديو ما يطولش. ماشي، اشوفكم ان شاء الله في اللابات. السلام عليكم.